السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع. بسم الله. وصفتنا اليوم عصير الجزر بنكهتين في كسرولة. نأخذ 3 حبات من الجزر مقشرة ومقطعة دوائر. نضيف ماء ساخن على النار يغلي 5 دقائق، ثم نرفعه ونتركه يبرد تماما في كأس الخلاط. نسكب الجزر بعدما برد. نضيف عليه 4 حبات برتقال وحبة ليمون مقشرين ومنزوعين النوى، نحليهم بالعسل. نطحن الكل جيدا ثم نقسم الخليط إلى قسمين. بالنسبة للقسم الأول أضفت عليه 5 حبات موز أو حبتين كبار والعسل، ثم الماء الكافي، ونطحن جيدا. ما شاء الله، روعة، جربوه. بالنسبة للقسم الثاني من العصير نضيف عليه 8 حبات من الفراولة المغسولة جيدا. نضيف الماء الكافي ونحلي بالعسل ونطحن جيدا، وهذا العصير جاهز يستحق التجربة. فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. تحياتي، مع السلامة.